اخبار ناريه لكل اخواتي الزملكاويه يا برنس، وفي مفاجاه جامده جدا لاخواتي الزملكاويه هتحصل في ماتش المصري الجاي يوم الاحد يا برنس في بطوله الكونفدراليه. يعني الفيديو ده مهم جدا جدا لكل اخواتي الزملكاويه، ولكن يا برنس في ناس بتتفرج علينا ما بتعملش لايك يا برنس. بعد اذنك كده تنزل تعمل لايك وتصلي على سيدنا محمد عندك في التعليقات، ولو انت مش متابعنا تابعنا يا برنس. بص بقى، نادي الزمالك في حاجات هتحصل يا برنس في الفترة اللي جاية ديت، ولكن خلينا نبدأ بأهم حاجة هي إصابة بنتايج. الناس عاوزة تعرف دلوقتي أخبار إصابة بنتايج، إن حرفيا يعني جوميز بتوظيف بنتايج في مركز جديد اللي هو يلعب ناحية الشمال، هو وفتوح حرفيا الاتنين عملوا جبهة جامدة جدا جدا. ولكن إصابة بنتايج يا برنس أنا كاتب لك الإصابة إيه بالتفاصيل وأقولها لك. بص، بنتايج بيعاني من إصابة في المفصل، تمام، ولكن اول لما يرجع مصر بيتهيألي النهارده خلاص هيرجع، هيتعمل له فحوصات والكلام ده كله، وهيشوفوا ايه يعني الاصابه يعني درجه الاصابه قد ايه، وهيغيب قد ايه، وهيتعالج ازاي. فكل الكلام ده هي اصابه في المفصل. وحرفيا يا جماعه ما تفهمش، هو الحلو ما بيكملش، هو الحلو ما بيكملش ولا ايه؟ مش فاهم. يعني اخواتي الزملكاويه يقولوا لي يا عم ده احنا ما صدقنا نزق الدنيا والواد يشتغل، قلنا هنلاعب واد طرف ناحيه الشمال حلو اهو، الواد اتصاب. ولكن سيبك من موضوع اصابته، ان شاء الله هيرجع، ولكن لازم اداره نادي الزمالك تفعل بند شراء بنتايج. لازم ولا بد تفعل بند شراء. ليه يا ما ممكن يحلى يبقى ايه حلو في عين التانيين، يقول لك لا يا باشا احنا مش هنبيع، خلص اعارته ويجي لنا. ما ممكن يحلو، انت فاهم، انت الحاجات دي بتحلو كده فجاه، يلاقوا الواد يشتغل والواد تألق والواد راح، يقول لك لا ده حلو اهو احنا نجيبه تاني. تمام، لازم اداره نادي الزمالك تبدا يا برنس تفعل عقد بنتايج او بند الشراء، ويبقى لاعب نادي الزمالك رسمي بقى. تمام، لان حرفيا لما الاثنين النهارده فتوح وبنتايج لعبوا ناحيه الشمال حرفيا كانت جبهه جامده جدا جدا. تمام. وبرده خبر مفرح كمان، ان بنسبه كبيره جدا جدا المسلوسي هيلعب ماتش المصري اللي جاي، او هيبقى جاهز. يعني فاهم، يلعب دي ايه تخص جوميز، ولكن هيبقى جاهز في ماتش المصري اللي جاي بنسبه كبيره جدا جدا في بطوله الكونفدراليه. هتقول لي طب ايه يا عم بقى الخبر اللي انت عمال تقول عليه؟ عاوز اقول لك يا برنس ان يوم الاحد اللي جاي في ماتش الزمالك امام المصري، نادي الزمالك هيظهر بتيشيرته الجديد يا بيه. نادي الزمالك امام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية هيظهر بتيشيرت جديد، ودي مفاجأة يا برنس. كل الناس قاعدة مستنية تيشيرت نادي الزمالك الجديد، وفي اخواتي الزملكاويه يقول لك يا رب يطلع حلو، ولكن انا متوقع بنسبه كبيره جدا جدا التيشيرت نادي الزمالك اللي هيلعب بيه امام المصري هيكون كويس جدا جدا. اللي انا عارفه واللي انا هحاول اوصل لك لتصميم التيشيرت باذن الله، هحاول وهجتهد ان انا اوصل لتصميم تيشيرت نادي الزمالك الجديد. تمام، ولكن تيشيرت نادي الزمالك الجديد هيلعب بيه امام المصري في بطوله الكونفدراليه يوم الاحد اللي جاي باذن الله. تمام، نتكلم كده على تصريح خالد الغندور بعد ماتش الزمالك النهارده او امبارح حسب ما انت بتتفرج على الفيديو امام انيمبا، بيقول لك هل زيزو يستحق ال 100 مليون جنيه؟ قال لك بص بالظبط، قال لك مش ده المستوى اللي يدفع، او مش ده المستوى اللي يشيل فريق. تمام، هو بيتكلم عن زيزو، يقول لك ده منظر، ده نديله 100 مليون. هي القصه لو جيت حسبتها يا كابتن خالد على موضوع زيزو 100 مليون والكلام ده كله، زيزو انت بتتكلم لو هتديله 100 مليون بكام دولار؟ ب 2 مليون دولار. تمام، سامسون كان بياخد مع نادي الزمالك مليون وحاجه دولار بتهيألي، يعني انت بتتكلم فوق ال 50 مليون. فانت لو هتجيب لعيب محترف زي زيزو انت هتديله نفس الرقم، هتديله برضه 100 مليون لو هتمشي زيزو. تمام، فدي الفكره. هو القصه انك بتتعامل مع زيزو بفكره انه هو لعيب محترف. تمام، وخلي بالك نادي الزمالك او الاداره في الفتره اللي جايه ديت لازم حوار التجديد للعيبه يحصل، لان نادي الزمالك عنده لسته تجديدات، وده حوار تاني يا جدعان، وده حوار تاني، وده موال تاني، وده فلوس تاني خالص يا بيه. فانت بتتكلم فلوس ومقدمات عقود والكلام ده كله وشروط، ولاعيب يقول لك ده انا جاي لي عرض من هنا، وده يقول لك انا جاي لي عرض من هنا، فده حوار تاني.
تمام. فهنشوف كل الكلام ده في الفتره اللي جايه، ان اداره نادي الزمالك المفروض تقعد مع الجزيري، المفروض تقعد مع زيزو، المفروض تقعد مع الونش، المفروض تقعد مع هم 8 وبالتالي دونجا، هم 8 اللي انا فاكرهم، بس مش فاكرهم باسامي بالظبط والله، بس هم 8 لعيبه في نادي الزمالك لازم يجددوا في يناير اللي جاي مع الاداره يا برنس. وصلنا لغايه نهايه الفيديو، ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد، ما تنساش اللايك بتاعك يا برنس، وسلام.